السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بنزلها كده على القناة. تعالوا النهارده كده هنعمل مع بعض اوردر تورتتين، او هنعمل مع بعض تورتتين حلوين جدا جدا. ومقاديرها سهلة خالص يعني. معايا كده انا هعمل كل تورتايه، يعني هعمل مش هعملهم تورتايه واحده، لا انا هعمل كل تورتايه لوحدها. التورتايه واخده معايا 350 جرام دقيق اسبونج، 4 بيضات، نص كوبايه ميه. خلاص، يبقى 350 جرام عليهم 4 بيضات ونص كوبايه من الميه، نص كوبايه المج بتاع الشاي. ومعايا طبعا جايبه كده صوص شوكولاته. ومعايا الشوكولاته اللي انتوا شايفينها دي جبتها يعني عشان انا هحتاجهم. وجبت كده وجايبه كريمه، جايبه ب70 جنيه كريمه. خلاص، الكريمه الخام. تقولي لي انا عايزه الكريمه الخام، يعني الحلوه، النوعيه الحلوه، ما تجيبيش في نوعين، وفي نوعين كريمه. في نوع غالي وفي نوع رخيص، انت هاتي النوع الغالي. معايا كده نص كوبايه من الميه. شايفين مج الشاي دوت نص الكوبايه بتاعته. خلاص، يبقى التورتايه هتاخد معايا 350 جرام دقيق اسبونج، 4 بيضات، نص كوبايه من الميه. مش هحط لا محسن جل ولا فانيليا، هو عامه دقيق الاسبونج بيبقى فيه كل حاجه. وبتطلع معايا جميله جدا التورتايه، وحلوه جدا وهشه وجميله يعني بصراحه. هتقولي لي مقاس الصينيه ايه يا ام كريم؟ انا هعملها في الصينيه الصغيره. شفت طقم الصواني المستطيل؟ هعمل الصينيه الصغيره. مش يعني الصينيه الصغيره منه هعملها، يعني مش عارفه بصراحه هي مقاسها قد ايه. يعني انا ما قستهاش عشان اقول لكم يعني مقاسها قد ايه. خلاص، يبقى هي الطقم الصواني اللي في كل بيت، الطقم الصواني المستطيل، هعمل الصينيه الصغيره في طقم الصواني يعني. نزلت كده بال4 بيضات ونص كوباية المية، وهنزل كده بالدقيق 350 جرام الدقيق. خلاص، مقادير سهلة جدا جدا. وهتطلع معايا مرتفعة وحجمها حلو جدا، وهتبقى مرتفعة كمان في التزيين وجميلة جدا. هضرب المكونات دي كلها 5 دقايق كده، 10 دقايق، ونرجع كده نشوف الخليط معانا لما نعمله يعني. تعالوا بصوا، ادي الصينيه اللي انا بقول لكم عليها. شايفين الصينيه الصغيره خالص في الطقم الصواني المستطيل. دهنت الصينيه زيت او سمنه، وعندك ورق زبده حطيه في في قعر الصينيه. ما عندكيش هاتي ورقه كراسه نظيفه ودهنيها كده زيت او سمنه، وحطيها في قعر الصينيه عادي خالص، هتنفع معاكي. شايفين الخليط التورته؟ بصوا عامل ازاي. يعني انا ضربت فيه كده 5 دقايق او 10 دقايق لغايه ما القوام بتاعه بقى حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هنزله كده في الصينيه ما شاء الله. يعني الصينيه دي بتاخد قد ايه يا ام كريم؟ من دقيق الاسبونج بتاخد 350 جرام دقيق اسبونج، وبتاخد 4 بيضات ونص كوبايه من الميه، كوبايه كوبايه الشاي، مج الشاي اللي احنا بنشرب فيها الشاي. خلاص، هسويها كده بمعلقه باي حاجه عندك، عشان لما تدخل الفرن متبقاش التورتايه على ناحيه عاليه وناحيه واطيه. خلاص، طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180، احطها على الرف الوسطاني اللي في النص يعني. تعالوا بقى، انا حطيتها في الفرن مسافة ما نعمل التورتايه التانية تكون الاولانية طلعتها من الفرن كده وبقت حلوة. خلاص، برضو نفس المقادير اللي انا عملتها في الاول، نص كوباية مية على 4 بيضات على 350 جرام دقيق اسبونج. خلاص، هنضربهم كده برضو ونرجع كده نشوف التورته. هم الاتنين بعد ما عملتهم وبردوا على الاخر، وتاني يوم كمان هنزينهم مع بعض دلوقتي. تعالوا كده بصوا، ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصوا الصينية مليانة، حلوة جدا، وارتفاعها جميل جميل جميل. بصوا ما شاء الله، شايفين يعني الصينية كانت مليانة. يعني هي عامة التورتاية، عامة كيكة التورتة أول ما تخرجيها من الفرن بتهبط حبة كده قليلين، بس هي كانت عالية جدا جدا. شايفين ما شاء الله ارتفاعها كان تحفة وجميل جدا. مقادير سهلة وهشة جدا جدا والله. يعني كل اللي أخد مني اوردر عندي هنا يعني بصراحة بيرجع ياخد مني تاني. الكيكة بتاعت التورتاية هشة جدا. يعني احنا
باشوف تورت يعني بتبقى الكيكة بتاعتها ناشفة، ناشفة جدًا، جدًا. أنا التورتة بتاعتي عامةً بتبقى الكيكة بتاعتها طرية جدًا وحلوة جدًا، جدًا. تعالوا كده بعد ما طبعًا ده تاني يوم الصبح. هاشيل كده هاجيب السكينة كده وهاشيل الطبقة اللي من فوق وش التورتاية، عشان ده بيبقى لَم الزفارة بتاعة البيض، وعامةً بتبقى لو أنتِ سِبتيه عشان الكريمة مش بتلزق فيه عامةً يعني، فلازم نشيله يعني هو ما فيهوش أي حاجة ولا ليه أي فايدة يعني، فنشيله يعني. خلاص أهو زي ما أنتم شايفين كده بأي سكينة عندِك مشرشرة، وشيلي الوش بتاع التورتاية زي ما أنتم شايفين. أنا مش هاشيل أي حاجة غير وش التورتة، عشان طبعًا حرام. طبعًا ده بيبقى مدفوع فيه فلوس إن أنا أهدّر كده من التورتاية بتاعتي أو بتاعة الناس اللي هم طالبينها منّي. خلاص باسيبها كده ولا باشيل قعر ولا باشيل أي حاجة، خلاص زي ما هي كده باعملها يعني. تعالوا جبت كده السكينة بتاعة التورتة وهاقطّعها. أنا بصراحة أنا مش باعرف أقطّع يعني مش باعرف أضبط إيدي كده في التقطيع، بس حلو على قد ما أقدر كده باضبّطها كويس يعني. يعني باحط إيدي كده على السكينة من الناحية التانية كده باضبّط كده كويس على قد ما أقدر كده باضبّطها. إن شاء الله كده هاجيب المنشار بتاع التورتة عشان يطلّع لي التقطيع متساوي. معايا كده الكريمة، طبعًا الكريمة التورتتين دُولة أخدوا معايا كوبايتين من الكريمة، كوبايتين من الكريمة، خلاص، يعني كل تورتاية أخدت معايا كوباية. عارفين كوباية يعني كوباية المَيّة اللي بنشرب فيها المَيّة، يعني أكبر من مَج الشاي بحبّة، مليان كريمة، خلاص، الكريمة الخام الحلوة الغالية يعني. أنا بصراحة أنا مش عارفة اسمها، بس يعني أنا باروح يعني عند المحل اللي أنا باجيب منه هو عارف يعني، هو بيدّيني على طول. طبعًا جِبت أول طبقة حطيت حبّة كريمة كده على الطبقة اللي أنا هاحط عليها التورتة، وحطيت أول طبقة وسقيتها كده من الشربات الخفيف. الشربات الخفيف ده يا أم كريم نُص كوباية سكر على نُص كوباية مَيّة، 5 دقايق بالكتير خالص أو دقيقتين 3، أنا عايزاه خفيف على الآخر. ما تحطيش ليمون ولا أي حاجة، هو سكر ومَيّة. لو عندِك حبة فانيليا حطي حبة فانيليا على الشربات وخلاص على كده. ما تحطيش ليمون، عشان لو التورتاية قعدت عندِك كتير في التلاجة هتلاقيها حمّضت وبقى طعمها وِحِش. فهو سكر وفانيليا ومَيّة وخلاص على كده. طبعًا حطيت تاني طبقة، وحطيت كريمة، سقيت بالشربات، حطيت كريمة، حطيت آخر طبقة زي ما أنتم شايفين. طبعًا الكريمة دي كوبايتين من الكريمة عليهم 3 كوبايات من المَيّة تكون متلجة. أنا مش باحط لبن في الكريمة. الكريمة بتاعة التورتة ما يتحطش عليها لبن، هي مَيّة خالص عادي خالص، بس تكون أهم حاجة تكون ساقعة متلجة. خلاص زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الكريمة دي خام يعني ما فيهاش سكر، لازم نحط يعني كوبايتين الكريمة حطيت عليهم تِلت كوباية من السكر، تِلت كوباية من السكر البودرة، خلاص، زي ما أنتم شايفين كده. وهابتدي بقى خلّصت ال3 طبقات زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، ما شاء الله. كل طبقة من التورتاية كان حجمها كبير وحلو، يعني التورتاية زي ما أنتم شايفين كده، شايفين حجمها كبير عالي، يعني حجمها عالي وحجمها كبير، يعني هي الصينية عندي مش صغيرة، يعني هي حلوة، يعني مش الصواني الصغيرين، لأ هي حلوة حجمها حلو كده وحلوة يعني. طلعت لي التورتاية ما شاء الله عليها، شايفين لو أنتم يعني شايفين، يعني حلوة وحجمها حلو وارتفاعها حلو كمان. خلاص طبعًا غلفتها كلها بالكريمة. هاجيب بقى السكرافر المشرشر ده وهاساوي بيها التورتاية زي ما أنتم شايفين. وسويت بقى برضه التورتاية من فوق برضه السكرافر اللي مش مشرشر يعني. خلاص زي ما أنتم شايفين جبت منديل كده ومسحت التورتة اللي حوالين التورتاية على الطبق زي ما أنتم شايفين. برضه جبت كده لو أنتِ عندِك السكرافر أو مسطرة نضيفة كده ساوي بيها وش التورتاية من فوق زي ما أنتم شايفين. ده كده أنا طبعًا غلفت التورتتين زي ما أنتم شايفين أهو. أنا قُلت بقى عشان أنجز معاكم الفيديو وما أطوّلش عليكم، الفيديو ده واخد معايا ساعة ونُص تصوير، يعني كان هيطول معاكم وهتزهقوا منّي كمان. فقُلت أنجز كده و ونعمل معاكم تورتاية، والتورتاية التانية قفلت الفيديو كده وعملتها مع نفسي يعني.
خلاص. التورتايه التانية دي شايفين انا عملت بالسكرافر المشرشر ابو سنون كبيره، مش انا عملت واحده سنون صغيره وواحده السنون الكبيره لو انتم ايه شايفين. تعالوا هقسم كده التورتايه يعني ايه بالسكينه كده ايه، يعني حاجات خفيفه عشان ايه لما اجي ازينها ابقى ماشيه على الخط المستقيم، يعني ماشيين على خط مستقيم في التورتايه يعني. خلاص زي ما انتم شايفين كده. دي انا هعملها، بصوا هي اللي طلبت مني التورتتين، العميله يعني اللي طلبت مني التورتتين، قالت لي انا مش عايزه الوان الجل دي في التورته يعني. خلاص. يعني هي قالت لي انا مش عايزه الوان خالص في التورته، آه خليها كده يعني بيضه، حاجات خفيفه كده يعني، تبقى حلو شكلها حلو. خلاص. طبعا النهارده بقى ايه قلت بقى ايه اعملها كده، هتبقى حلوة معايا جدا جدا وشكلها حلو والله العظيم بصراحة. شايفين زي ما انتوا شايفين كده اهو. عملت كده خط كده الروزيتات، يعني هي بسيطة خالص، يعني هعمل روزيتات كده جنب بعضها وايه وعلى طول يعني اهو كده. قلت بقى ايه اسرع معاكم الفيديو كده عشان ايه انا هاخد وقت طويل كده وانا ايه شغالة فيها كده بعمل الروزيتات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا جنب بعضها كده حلوة جدا، وكان شكلها يعني شكلها كان جميل ورقيقة كده وكانت تحفة بصراحة. اهو كده زي ما انتوا شايفين جنب بعضها جنب بعضها. كانت سهلة جدا وسهلة جدا للمبتدئين كمان، يعني اي واحدة مبتدئة كده في التورتة آه يعني ايه هتعملها بكل سهولة. شايفين معايا كده ايه جبت البسكوت اللوتس دوت، ورحت بقى ايه جبت المبشرة الصغيرة، ورحت ايه بقى ايه بشرة كده على ايه على الروزيتات اللي انا عاملاها عشان تدي شكل حلو كده ويبقى شكلها جميل يعني. خلاص. بصوا اهو كده. لو انت كمان عندك لو انت يعني هتدخلي فيها الشوكولاتة وكده، هاتي بسكوت الاوريو برضو او شوكولاتة وبشريها برضو على الايه على الروزيتات الحلوة اللي احنا ايه عملناها. خلاص هتبقى برضو شكلها حلو وجميلة يعني. طبعا العميلة قالت لي اكتبي عليها يعني الاسم وعيد ميلاد سعيد يعني شمس. فبقى قلت بقى ايه طالما هدخل فيها البسكوت اللوتس ده فقلت بقى ايه مش هعرف اكتب لا بشوكولاته ولا باي حاجه، وهي قالت لي ما تدخليش الالوان الجل خالص فيها. فقلت بقى ايه لقيت عندي كده ايه حبه صوص كراميل، فقلت بقى ايه نكتب بيه. خلاص. وجبت كده ايه حبه بسكوت كده وحطيتهم كده زي ما انتوا شايفين عليها، وكان شكلها حلو جدا. وجبت بقى ايه حبتين كريسبي احمر، حطيت واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي. وجبت بقى ايه حبه ايه فورماسيه كده من المدور الصغنن كده، وقلت بقى ايه نوزع على التورتايه زي ما انتوا شايفين. كان بصراحه شكلها حلو جدا جدا، وكانت يعني بصوا رقيقه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه. تعالوا بقى ايه نحزم التورتايه كده حواليها، يعني يعني ايه نحزم التورتايه من تحت كده زي ما انتوا شايفين بالروزيتات برضو، بس هتكون اصغر من اللي احنا عاملينها ايه في التورتايه من فوق. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى لقيت حبة ايه برضو صوص كراميل زي ما انتوا شايفين، هحطهم برضو ايه على البسكوت من فوق كده، هعمل خطوط كده رايح جاي كده على التورتايه. ودي كانت التورتايه الاولانية، كانت تحفة وجميلة جدا جدا. ويلا بينا كده نزين التورتايه التانية. التورتايه التانية كان تزيينها برضو حلو جدا ورقيقة برضو مفيهاش اي حاجة خالص، غير ان انا هعمل ايه برضو حبة ايه الروزيتات اللي انتوا شايفينها دي او على شكل وردة. هعملها كده ايه هقفلها كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين. وبرضو ايه هحزم التورتايه كده برضو من تحت كده زي ما انتوا شايفين. خلاص اهو كده. والله بجد يعني سهلة جدا جدا، واي واحدة مبتدئة هتعمل احلى تورتاية يعني. بصوا ما فيهاش اي حاجة، يعني ما فيهاش لا تعب ولا اي حاجة، وهتنجح معاكي من اول مرة. اهو كده هزيم التورتايه كلها كده داير ما يدور، وهكمل بقى ايه التورتايه من فوق زي ما انتوا شايفين. خلاص. طبعا ايه هعمل كده برضو ايه روزوتات كده حوالين ايه الورد اللي احنا عاملينه عشان ايه يبقى شكلها حلو كده وتبقى جميلة يعني. اهو كده قفلي كده عشان ايه يبقى ايه شكلها حلو يعني. طبعا ايه هعمل كده ايه احط كده حبة ايه صوص فراولة كده في النص عشان ايه اللي هي طبعا التورتيه كلها ابيض،
فعايزين حاجة كده حلوة كده تشد التورتاية أو إيه، تدي للتورتاية شكل حلو يعني. فقلت بقى إيه، نحط كده حبة صوص فراولة في النص وخلاص على كده، يعني هي التورتاية خلاص على كده. كان شكلها حلو جدا بصراحة، وكانت رقيقة جدا جدا يعني. بصوا في النص كده انزلي كده بحبة صوص فراولة، قصدي صوص فراولة. يعني حلوة جدا جدا يعني. صوص الفراولة مع التورتاية لما تبقى كلها بيضة وصوص الفراولة احمر، بصراحة بتخلي التورتاية شكلها روعة، يعني شكلها حلوة جدا جدا. شايفين؟ وزعي، هاتي معلقة صغيرة كده وزعي بقى ايه الصوص كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. وهجيب بقى ايه الكريز، هجيب 4 حبايات من الكريز واحط في كل ايه، في كل جنب كده كريزاية برضو عشان تدي شكل حلو. ونكسر بقى اللون الابيض حبة، يعني ايه، ما تبقاش كلها ابيض كده، لازم ايه تبقى حلوة كده. نحط لها بقى في كل جنب كده كريزاية حلوة. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى ايه، الشوكولاتة كده هحطها زي ما انتوا شايفين، واحط كده واحدة عليها وخلاص على كده. دي كانت التورتاية التانية بتاعتي. بصوا حاجة كده في منتهى الجمال والرقة والحلاوة يعني، بصراحة يعني كانت جميلة وارتفاعها حلو، وحجمها حلو. ودي كان الايه اوردر، يعني اتطلب مني اوردر تورتتين. بصراحة يعني أول مرة أطلع تورتتين حلوين وبحجم عالي وارتفاع عالي وحجم حلو، يعني مش صغيرين. وسعرهم حلو جدا جدا، يعني مش غاليين قوي قوي. يعني احنا بنروح المحلات بره بنلاقي أسعار خيالية، يعني حرام حرام حرام. وبصراحة بنجيبها، ما يعني الكيكة بتاعتها ما تحبيش تاكليها بصراحة يعني. وده كده خلاص، يعني الاوردر بتاعي كان خلص او التورتتين خلصوا. وده كان ايه الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو او عجبتكم التورتتين، حطي بقى ايه لايك للفيديو وشير للقناة لعمل ايديا مع ام كريم. بالله عليكم يعني، يعني حطي لايك للفيديو عشان القناة تكبر بيكم، وشير للقناة كتير كتير. لو انتي اول مرة كده تشرفيني في قناتي وتنوريني. ولايك للفيديو متنسيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.